السلام عليكم. اليوم شهوتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الكراتان ديال الروز اللي ما كتبش انكم تشوفوا لا فيديو من الاول حتى التالي، لانني وقع لي فيها عطب وباش نولي نكررها مره اخرى مازال ما غاديش تجي الفرصه، ولكن ان شاء الله غادي نولي نكررها لكم في شي وصفات تكون خفيفه ديال اللي يمكن لي نقدمها لكم. بالنسبه لهذا الكراتان هذا ديال الروز عندي واحد الكميه ديال 200 غرام ديال الروز اللي قبضتها وسلقتها وحطيتها في الجنب حتى نشفات. عندي بالنسبه للحشوه درت فيها واحد القريعه كورجيت صغيره، ودرت واحد جوج بصيلات مقطعين كلهم مربعات، وقطعت واحد الفلفله كذلك حمراء اللي حتى هي قطعتها مربعات. وعندي بالنسبه للعطريه عندي الملحه والزيت وعندي الابزار وسكينجبير. الزيت كتخدموا فيها 4 كاس ديال الزيت الا كانت الكميه قد اللي عطيتكم، ولكن الا كانت بزاف غادي ديروا نص كاس الزيت. من بعد قبضت داك الخضر شحرتهم بوحدهم بواحد شويه ديال الزيت ولا شويه الزبده على حسب نتوما اللي بغيتو. صوطيتهم مزيان، ماشي تينزلوا بزاف، خصهم يبقاو قابطين راسهم شي شويه بلا ملحه بلا عطريه لا والو. قبضتهم حطيتهم على الجنب، خديت واحد 4 البيضات قبضتهم وحطيتهم في واحد الجبانه، ضفت عليهم الخضر اللي انا كنت مصوطياهم. من بعد قبضتهم ودرت عليهم العطريه اللي هي الملحه والسكينجبير والابزار. من بعد قبضت واحد العروشه جوج ولا 3 عريش ديال المعدنوس وقرطته مزيان وقطعته رقيق وضفته لهم كذلك مع حفينه ديال الفرomاج. من بعد خلطت الخليط كامل وضفت عليهم ديك الروز اللي سلقه وكنت حاطه على جنب. من بعد قبضت المول اللي يكون عندكم شي مول خاص ديال الفران اللي ما تيلصق لكمش، قبضته دهنته بالزيت وضفت عليه ديك الخليط كامل خويته له. اللي كانت الطريقه كانت واضحه ولكن للاسف من بعد منين ضفتو عمرته مزيان قبضته ودخلته للفران. منين غادي يدخل الفران غادي تشوفوا بعد ما خرجته كيعطيني هذا الشكل هذا اللي كطيب درجه الحراره 180 من الفوق من التحت. ما كانش وقت طويل، كانت تمن نص ساعه، تتكون سهله وجبه سهله وصحيه. وبالنسبه هذه درتها خصوصيا على الاطفال اللي كيطلبوا مني بزاف د الناس انهم بغاو يعطيو شي حاجه لوليداتهم في الغداء. هذه كتقطعوها لهم بطريف ترونشات ولا دواور، وكتجيهم هائله وبصحه وراحه لكم وليهم، ونتمنى تجربوها لكم. صافي انا قبضتها وقلبتها ودرت لها هذا الشكل هذا. يمكن لكم تحطوها عاديه بوحدها يمكن لكم، انا كنت زينتها غير بواحد فخيضات كانوا بقاو ليا من الوصفه ديال قبل، سخنتهم ونزلتهم معها وزينتهم معها الطريفات ديال الفلفله. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وبالصحه والراحه لكم. وسمحوا لي بزاف على هذا العطب هذا اللي وقع ليا، ان شاء الله غادي نفديها لكم في فرصه ثانيه. وشكرا لكم على المتابعه وعواشركم بروكا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وهي الصوره قدامكم واضحه، وضروري غادي اللي ما فهمت شي حاجه تكتب لي في لي كومونتير، وانا ان شاء الله غادي نجاوبها بكل التفاصيل. الا ما فهمتش بالصوت انا يمكن لي نكتب لها وما كاين حتى شي مشكل. مرحبا بكم وشكرا لكم على المتابعه. وما تنساوش اللي ما داخله جديده تابوني، واللي معايا مرحبا بها. وكانت نشكركم بزاف على التعليقات اللي كتقدموا ليا، وشكرا لكم بزاف بزاف. وكنحييكم بزاف لانكم انا محبوبه ديالكم وتنتوما كذلك محبوبين ديالي. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.